يقول الدكتور كريس مارغوليز: قبل عملية إزالة الغابات خرجنا بنتيجة أن هناك حوالي 700 نوع مختلف من الحيوانات اللافقارية، والآن فإن 500 منها كانت خنافس. ومن المثير بأن عالم تصنيف الحيوانات الذي كان معنيا بالدراسة لم يتمكن من تسمية أكثر من 100 منها. دكتور كريس مارغوليز هو من بين العاملين في قسم الحياة البرية وعلم الأحياء. كان مشغولا بصفة مستمرة بدراسة تأثير إزالة الغابات على الحيوانات والحشرات والنباتات التي تمكنت من النجاة، وذلك بعد عملية التعرية. عام 85 حصل كريس على فرصة فريدة لمراقبة عملية التجزئة في الجزء الجنوبي الشرقي من نيو ساوث ويلز. عندما أعلنت مدرسة كابوندا للتطوير عن خطتها لاستبدال إحدى غابات أشجار الكافور بأشجار الصنوبر، قام كريس وفريقه بتجارب في الموقع. تم استثناء 18 جزءا من غابة أشجار الكافور في محطة ووغ ووغ قرب بومبالا، بحيث إنها لم تتعرض للإزالة. اختيرت مواقع معينة وضعت فيها الأفخاخ، ثم راقب الفريق نوع الحيوانات والنباتات في كل منطقة لسنتين قبل إزالة الغابة. عندما بدأت عملية الإزالة كان مهما جدا ألا يتدخل أولئك الذين يقومون بأعمال الإزالة بأي شيء على الجزيرة، ولتنظيف الغابة جيدا استخدمت البلدوزرات. ومع نهاية عام 87 انتهت عمليات الإزالة، تاركة الحيوانات والنباتات الناجية على الجزيرة فوق بحر من الأراضي الخالية. بعد سنة تمت زراعة أشجار الصنوبر، وبدأ كريس وفريقه بمراقبة حركة الحيوانات بين المراحل المختلفة. الشيء غير المعروف هو: هل تقوم الحيوانات باستخدام هذا البحر كموطن مناسب لها؟ مع نمو أشجار الصنوبر يقوم كريس ورفاقه في كانبرا بمراقبة تحول محطة ووغ ووغ بشكل مستمر. وقد برزت ظاهرة جديدة تمثلت في عملية غزو جديدة، حيث تقوم حيوانات ونباتات انتهازية بالانضمام إلى الحيوانات والنباتات الأصلية. النباتات التي يقوم كريس بجمعها ستزود إدارة الغابات في جنوب شرق استراليا بقاعدة ثابتة. إن أكثر الطرق وضوحا تقدير إذا ما كان يجب الاستمرار في عملية إزالة موطن الحياة البرية والنباتية والطريقة لذلك. هل يتم ذلك بترك الجيوب الصغيرة أم الجيوب الكبيرة، بحيث يمكن لكريس وفريقه تحديد حجم المحمية الطبيعية، وذلك لمساعدة إدارة البيئة بأكثر الطرق فعالية؟